السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس وبخير البنات. أنا في نعمة والحمد لله. نبداو هنايا عنا اليوم راح ندير معاكم وصفة تاع الطاكوس الكاذب. هنايا صدقوني فطائر بنان ياسر يجي والله يبارك، يعني وصفة كما يقولوا مليحة ياسر. تحتاجوها هنايا في الرحلة تاعكم، تحتاجوها في كي تروحوا تحوسوا تعودوا مزروبين كيف تما تحتاجوها في حوايج ياسر. نبداو هنايا بالمقادير على بركة الله. هنايا عندي 3 كيسان تاع فارينة كي قلتهم بهذا الكاس، درت 3 كيسان. وعندنا هنايا 3 كيسان فارينة كما قلت لكم خاصة بالعجينة ذي، تسمى مختصة بالعجينة. عندنا هنايا مغرف صغيرة تاع خميرة القاطو، ومغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، ومغرف صغيرة سكر. نخلطوا هنايا المقادير كاملة مع بعضها، خلطوهم كيما هكا. نجيو هنايا ونزيدو الزيت. هنايا الزيت عندنا 4 كاس. نبسوا العجينه تاعنا مليح بالزيت هذاك اللي حطيناه. هنايا عجينه اقتصاديه خلاص تما اكشتو ما فيهاش مقادير ياسر، وزيدوا تبلوها غير بالماء، ما تستعملوش الحليب ولا. هنايا عندنا الماء دافي، نجيو نبلوها بالماء دافي هنا. هنايا هاني بعد ما بليتها، ونسيت البنات ما ذكرت لكمش مغرف تاع الملح صغير، ذكرتهاش مع المقادير، حطيت من الملح. هنايا نجيو ندلكوها شويه هكا. هنا العجينه هزت لي كاس تاع ما قد تسمى الكاس هذاك تاع الماء بليت بيه بعد. شوفوا زيما نروح درك نخليها تريح تخمر ونرجع نكملوها مع بعضها. هنايا هاي لكم البصله، حكمت قصيت. هنا البصله ديروا كميه على حسب واش تخدموا. هنايا درت انا كميه تاع بصل، وعندي طماطم ها هي قشرت. بطاطا هنا قصيتها كاريات هاي ليكم زيما. نروح دركا نحط البصله تتقلى ونقلي البطاطا ونرجعوا نكملوا مع بعضنا. هنايا البصله اللي نحط لها توابل البنات، حطوا لها شويه تاع عكري حار وشويه حلو وزيت وشويه تاع ملح، وقصيت لها هنايا شويه تاع فلفل. ها نحطها درك على نار قليله ونرجعوا نكملوا مع بعضنا. درك العجينه بعد ما طلعت ها هي، شوفوا زيما. هنايا نهبطلها شويه الخمور هذاك. ندير لها شويه فارينه. نجي درك نحلوها كيما هك بالطول. ونجي هنا ونقص. هنايا نديروهم صغار برك ما نكبروهمش. هنا شوفوا هاني درتهم وراح نقص منهم الكل. شوفوا زين. درك نروح نكورهم ونرجع نحطهم في بلاطو ونغطي عليهم ونرجع نكمل.
نجي هنايا بعد ما طابت البطاطا تاعي وطابت الشكشوكه، نجي هنايا نحلها. هنايا نحلوها على شكل دائري. شوفوا زي ما انا حبيت ندير لكم الحشو، حبيت نديره لكم كما يقولوا اقتصادي. شوفوا ما حطيت فيه حتى شيء، زدت فيه على ما شويه طف فرماج وفرات. هنايا اللي متوفر عندها في الدار تحط، اللي ما هوش متوفر ما تحطش، سما مش لازم. شوفوا زي ما ديروه دائري الشكل تاعها البنات. ها نجيو درك هنا نرقوها خلاص باه ما تجيش خشينه معانا، باه تما كي طيب من الداخل تجي خفيفه. شوفوا كيفاه كيما هكا. هنايا اللي يحب شكشوكه ياسر هاو يكتر، اللي ما يحبش ما يكترش. حطيت هنايا البطاطا. هنا الهريسه كيف اللي حاب يدير الهريسه يدير. تما هذه كما يقولوا انا نعطيكم الوصفه وانتم تفنوا فيها كما حبيتوا، وترجع كما يقولوا مساله اذواق، كل واحده والعيله تاعها على بالها بالعيله تاعها واش تحب. نجي نديروا لها هكا. هنايا تحبوا مربعات، تحبوها طويله كما تحبوا انتم. هاليك مزيمه. هنايا كنت حطيت بعد المقله تاعي، هنايا اللي عندها لاباراي هذيك تاع اللي دير بيها دير، اللي ما عندهاش انا عندي لاباراي هذيك. وحبيت كيما قلت لكم كي حبيت ندير لكم وصفه اقتصاديه وسهله، حبيت نسهل عليكم كلش. دوك نصور لكم الطاجين اللي درت فيه انا. نحطها دركا طيب. هاي لكم زيما هنايا شوفوا هاي كيف ما طيبتها. هاي ليكم زيما دركا نقلبوا هذه. ها هي هنايا طيب كيف ما يكون كي طيبوها من تحت وطيبوا من الفوق، ومن بعد تزيدوا تعاودوا. شوفوا كيف ما طيبوا لها هذه من هنا. ها هي وتزيدوا تعاودوا طيبوا هذا من هنا. شتوا كيف ما هذا هو طيب تاعها. كيما هكا نروح نكمل انا الكميه ونرجع. هادو هما الفطائر تاعنا او الطاكوس الكاذب. جاو الله يبارك ما شاء الله، صدقوني جاو بنان 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 البنات. واحد البنه والله بنه وحدها خلاص، صدقوني درت قداه الوصفه وهذيك البنه تاع هذم الفطائر نساتني في الاخرين. شوفوا كيف ما جاو الله يبارك ما شاء الله بنان خلا، خاصه مع الشكشوكه هذيك جاو بنان ياسر. صدقوني صيف هذه راح نديروا به محال الفطائر هذم. نقسم معاكم كعبه تشوفوها زيما. شوفوا هاليكم زيما، شوفوا كيف ما جاو. وشوفوا نتشا ريحة العجينة ما كانت. شوفوا جاو مقرمشين. شوفوا كيف ما جاو طايبين ما همش خضر. ها شوفوا كيف ما كاينه لا عجينة لا تاكلوهم تلقاوهم مقرمشين من الداخل. شوفوا طايبين. ها مليكم زيما ما كانش يعني العجينة فيهم خلاع. ها شوفوا زيما جا والله بنا صح مع الفرماج هذاك. هنايا اللي تحب تبدل في الحشو تبدل، انا حبيت كيما قلت لكم نديره لكم اقتصادي. هذيك البنه تشكشوكه صدقوني وحدها مع الفرماج والبطاطا مقليه جاو ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها باذن الله. نتلاقاو في فيديو جديد بربي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.